لو النهاردة آخر يوم في حياتك وبكرة الناس هتتكلم عنك، يا ترى الناس هتقول عنك إيه؟ ده كان إنسان طيب، ده كان زي النسمة، ولا كان إنسان عصبي، ده كان استغفر الله العظيم معطل مصالح الناس، ده كان مكشر وبيمشي في الشارع يخبط في أي حد. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى بنفسه هو اللي يشهد لأشخاص بصفات مميزة بعد موتهم ويقولها عنهم ويقولها لنا، مش علشان نقرأها وخلاص، علشان نتعلم منهم ونقتدي بيهم. في الحلقة دي اخترت لكم 30 صفة ل30 يوم في رمضان، هنشوف ازاي الصفة دي ممكن نطبقها في بيوتنا مع أولادنا ومع زوجاتنا وأهلنا، في شغلنا وفي الشارع. في سورة الأنعام ربنا سبحانه وتعالى عمل زي لوحة شرف، لوحة الشرف الإلهية، ضمت عدد كبير من الأنبياء، وبعد ما ذكرهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولينا من بعده: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. دي دعوة مفتوحة لينا كلنا، ودي فكرة البرنامج. يا رب البرنامج ده يكون خطوة علشان نقتدي بيهم بجد. مش لازم نكون أنبياء علشان نكون صالحين، بس لازم نمشي على طريقهم علشان نوصل. خلوا الصفات دي منهج حياة وعلموها لولادكم علشان يقتدوا بيها في حياتهم. عايزين نخرج من رمضان مش بس صايمين ومصلين، عايزين نخرج من رمضان بشر أحسن، نخرج بقلوب أنقى وأخلاق أرقى، ونحول الصفات دي لمنهج حياة نعيش بيه في علاقتنا وحياتنا. انوي انك هتطبق الآية دي، قول له: يا رب أنا سمعت الآية وهطبقها وهاخدها منهج في حياتي، ساعدني